السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله زي ما شفتوا في عنوان الفيديو جاي اتكلم معاكم في موضوع التوفير والادخار في ظل غلاء الاسعار. هتقولوا ايه ده جاي تتكلم في ايه؟ هو في حد يقدر يوفر في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده؟ هقول لك يا حبيبتي هتقدري باذن الله وبالمشيئة ان شاء الله. الاول عايزة استشهد بالايه الكريمة اللي بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. طبعا كلنا فاهمين معنى الآية، الاستغفار 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 ثم الاستغفار. الاستغفار يا جماعة بيجلب لنا الرزق والأموال والأولاد. دايما نستغفر كده ونجعل لساننا رطب بذكر الله طول الوقت، يعني وانت بتعملي شغل البيت خلي دايما لسانك رطب بالاستغفار. هتلاقوا يا جماعة أثره فعلا جميل جدا. تاني حاجة هستشهد برضو ان ما نقص مال من صدقة. كلكم عارفين ان الصدقة فيها بركة، ولو حتى معاكوا قليل وهتتصدقي بالقليل ربنا بيبارك بإذن الله. النقطتين دول بس حبيت اوضحهم كده في قبل ما ابتدي اي حاجة. طيب كلنا عارفين ان السلع التموينية اليومين دول غليت بطريقة رهيبة. سكر، زيت، سكر بتاع رز، جميع كل حاجة احنا بنستخدمها، لحوم برضو، خضروات، كل حاجة غليت. طيب احنا حاولنا كده نقعد مع نفسنا وناخد قرار؟ حاولنا نقول احنا يعني هنتعامل ازاي مع الغلا ده؟ ما عملناش اي حاجة. نفسي يعني ماشيين بنفس المعدل والريتم اللي كنا ماشيين عليه ايام ما كانت كل حاجه من ديت اسعارها يعني معقوله وفي متناول الايد. كده غلط. احنا لازم نقنن في استعمالنا للحاجات دي كلها. مش عايزه اقول لك قطعيها لان احنا مش هنقدر نقطعها طبعا ولا نستغنى عنها، بس نقنن في استعمالنا ليها. ازاي نقنن؟ يعني دلوقتي احنا كنا مثلا، وليكن هجيب لك مثال عن السكر مثلا، كنا بناخد 3 4 اكياس 5 مثلا في الشهر. في عز الغلا برضو ماشيين بنفس المعدل. طب ليه ما نحاولش نقلل للنص، التلات ارباع؟ هتقولي لي ازاي؟ هقولك دلوقتي. طيب احنا دلوقتي طبعا في عز السقعة ده، وبرضه في الصيف، بنشرب مشروبات ساقعة كتير، في الشتاء بنشرب مشروبات دافية بقى، شاي، في قهوة، في نسكافيه، في جميع المشروبات الدافية، بحجة ان احنا سقعانين بقى وعايزين نتدفى كده واحنا قاعدين قدام التلفزيون او قدام الفيسبوك او زي ما انتوا عارفين. ليه ما نخليش مشروبنا ده مرة واحدة او مرتين في اليوم؟ احنا في رمضان يا جماعة بنصوم وبنستحمل قلة الاكل وقلة الشرب، انا ما بقولك الصومي، انا بقولك قللي في استخدامك للحاجة. طيب نسيب السكر، وليكن برضو الفراخ، الخضروات، اللحمة، كل الحاجات ده غليت برضو. بدل ما بناكلها مرتين 3 في الشهر، 4 برضو، يعني كل واحد يشوف بياكل اللحمة أو الفراخ كم مرة في الشهر. ليه ما نقللش في استخدامنا ليها ونستبدل الحاجات ديت بالبدائل بتاعتها؟ طبعا في بروتين كتير جدا في جميع الخضار وجميع البقول، نستبدل، نشوف الفايدة فين ونروح لها. احنا مش انا مش جاي اقول لكم احرموا نفسكم او كونوا بخل على نفسكم. انا جاي اقول لكم احنا بنواجه ظروف صعبة، لازم الظروف الصعبة ديت نجمد معاها ونجمد قدامها ونعديها، بحيث ان احنا ما نندانش، ما نمدش ايدينا لحد ونقول له سلفني على ما الشهر يجي لا، احنا نواجه الظروف ديت بكل شجاعة وبكل قوة وبكل صرامة. طيب إيه، احنا طبعا بنعديها فترة معينة لحد ما ربنا بإذن الله ان شاء الله هيعدل حال البلد. إيه، ونكون برضو عندنا تفاؤل كده ان احنا إيه بنيجي على نفسنا شوية ونستحمل، لان برضو بكرة ان شاء الله هيكون احلى، ما نفضلش دايما متشائمين. طيب طيب اسيب الحتة دي برضو واجيلكوا في حتة تانية. انا مش عايزه احملك المسؤوليه لوحدك، ان انت اللي صاحبه القرار ازاي تنفذي المواضيع دي كلها. لازم تشاركي افراد اسرتك معاكي، لازم تقعدي كده مع اولادك وزوجك وتقولي لهم احنا عايزين نواجه الظروف دي، هتشاركوا معايا في ايه؟ لازم هم كمان يشاركوا معاكي، اطفالك حتى لو صغيرين، تعلميهم وتعوديهم من صغرهم على التدبير والتوفير. ازاي؟ دلوقتي انت متعوده تديهم مصروف معين مثلا للمدرسه وهم رايحين، ليه ما تقترحيش عليهم يا حبايبي احنا بنمر بظروف صعبة وانتوا عارفين ان الدنيا كلها بقت غالية، وتعرفيهم هيفهموا، والله العظيم هيفهموا. إيه، ممكن تتنازلوا مع نص مصروفكم،
احنا عايزين نحوش علشان نعمل مثلا نحوش السنة دي وننقل في شقة واسعة. عايزين نحوش ونجيب مثلا اجيب لكم كمبيوتر في الأوضة بتاعتكم، يبقى بتاعكم خاص بيكم تلعبوا عليه وتعملوا كل اللي نفسكم فيه. عايزين نحوش، عايزين نشتري عربية، اي حاجة. انا بديكي حاجات بسيطة كده يعني تحاولي تشجعهم وتحفزيهم ان هم يشاركوا في مصروف البيت. هما ما بيشتغلوش عشان يجيبوا فلوس، بس يشاركوا بمصروفهم، بنص مصروفهم. الاب مثلا يقول انا هتنازل عن مصروف جيبي السنه دي، وليكن برضو انت تقولي انا هحاول اوفر باي شكل، هحافظ. انا كنت ما بحافظ، هحافظ. ومثلا هبتدي اشوف انا كنت بسيب انهي نور والع في الشقه وانا مش قاعده في الاوضه. مثلا بنبقى قاعدين في مكان ونسيب النور كله والع ونشتكي ان احنا بيجيلنا فاتوره غاليه في اخر الشهر. طب ليه؟ احنا بايدينا برضو نحافظ على الكهرباء ونحافظ على استخدامنا للميه، نقنن في استخدام كل حاجه بحيث نقدر نوفر فيها. من قبل ما يكون توفير يا جماعة، هو من باب الحفاظ على نعمة ربنا، لأن طبعا التبذير حرام. لما نبذر ونقيد نور كتير احنا مش موجودين فيه، نفتح المية كده عمال على بطال، طبعا ربنا هيحاسبنا على كده. طيب لما نكون مثلا عايزين نعين فلوس بقى، احنا خلاص عملنا الخطوات دي كلها وعاوزين نعين فلوس، اوعي تعيني فلوس معاكي في البيت. وعن تجربة شخصية، ايدك هتتمد عليها، كل ما تحتاجيها هتروحي لها. افضل طريقه انك تعيني بيها فلوسك او تجمعي ليها فلوسك انك تدخلي جمعيه. الجمعيات دي يا جماعه فكرتها جميله جدا، وبتكوني ملزمه انك تدفعيها في ميعادها. مش هقول لك بقى روحي هاتي دهب، الدهب برضه غالي جدا اليومين دول. الدهب فعلا في الادخار حلو جدا، بس لما يكون سعره مناسب ليكي، مش في الغلا بتاع دلوقتي. مش هقدر اقولك بقى روح حط في بوسطة او في بنك، عشان طبعا احنا بنسمع ان حرام وربا وكده، فانا مش عايزه اخش في المنطقه دي. اللي اقدر اقولهولك الجمعيات. طيب خلاص كده الحمد لله قدرنا نوصل مع بعض لسكه يمكن نقدر نوفر منها. طيب خلاص احنا كده اتفقنا. بس نيجي برضو للحاجات الاكل والشرب اللي احنا بنستخدمها. مش معنى ان انا بقولك وفري او هاتي حاجات توفري بيها انك تروحي تجيبي الخضار بتاعك رديء او تجيبيه باسعار رخيصة ويكون مش كويس للاستخدام عشان كده بتوفري. لا، تروحي تجيبي الخضار النظيف الكويس. انت كده برضو بتوفري، لانك انت لو جبت حاجة مش نظيفة اكيد هتأثر عليكي وعلى صحة اولادك، تروحي بقى تدفعي بنود تانية عند الدكاترة لا قدر الله. طيب ليه احنا في غنى عن كده؟ حبايبي نيجي بقى لموضوع توفير من ناحية تانية. احنا ليه ما يعني كل حاجة بنشتريها من بره بتكون بأسعار غالية، وبتكون احنا مش عارفين معمولة ازاي ومن ايه صحيح طعمها بيغرينا، لان احنا يعني حاجة بره دي هما بيتفننوا ان هما يغرونا بالطعم بتاعها، لكن احنا مش عارفين معمولة ازاي. ليه ما نحاولش نعمل كل حاجة في البيت، نتعلم بتتعمل ازاي، ومش عيب ان احنا نغلط مرة واتنين وتلاتة لحد ما نتعلم الطريقة. منها برضو بنوفر وبنحافظ على صحتنا وبنعمل حاجة في يعني في بيتنا وبنبقى عارفين نظافتها كويس. طبعا انا عملت معاكم العيش بكذا طريقة والرقاق والحاجات دي كلها، ولسه ان شاء الله هعمل معاكم وصفات تانية كتير، الفول والطعمية في البيت برضو، علشان نحاول نوفر فيها. الحاجات دي بتاخد منا برضو بنود كبيرة جدا، فليه ما نعملش كل حاجة في البيت؟ ليه ما نحاولش نوفر من النقطة دي؟ عندك برضو كمان من ضمن بنود التوفير، لما تكوني انت عايزة مثلا تفسحي اولادك مثلا، وبتروحي في اماكن غالية جدا طب ليه ما نروحش في اماكن مناسبة وسعرها بسيط؟ لما تكوني مثلا بتروحي تشتري الخضار بتاعك والفاكهة واللحوم والحاجات دي، ليه بتروحي الهايبر والسوبر ماركت الكبيرة بتبقى اسعارها غالية جدا والله. يعني هما طبعا بيغلوا الاسعار، يعني ايجار بقى ونور وميه وعماله وحاجات من دي بيعملوا حساب الحاجات دي. احنا لما نروح نشتري من سوق عادي والناس اللي فرشه دي على الارض بتبقى ناس محتاجه الفلوس جدا، انت بتروحي تكسبي ثواب انك نفحتي ناس زي دي، وفي نفس الوقت بتكون حاجاتها رخيصه جدا ومش وحشه، بتكون جميله ونظيفه وكل زيها زي الحاجات الكبيره. لكن الفرق ان هم يعني مش لاقيين حته يقعدوا فيها فبيفرشوا على الارض. فليه ما ناخدش من الناس دي؟ الموضوع كبير جدا وعايز حلقات كتير، لان انا ما لمتش بيه اصلا، واتكلمت بس كده في حاجات يعني اساسيات، لكن ليه فروع كتير جدا انا نفسي اتكلم فيها معاكم.
وطبعا مش هخلصها النهارده لان انا كده طولت عليكم الفيديو قوي. فانا ان شاء الله باذن الله هكمل معاكم السلسله بتاعه التوفير والادخار دي. وعايزه اقولك لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتشيريه مع اصحابك كل اصحابك عشان الفايده تعم باذن الله. وما تنسيش بقى تقولي لي رايك في الكلام اللي انا قلته، ولو كان مفيد تعرفيني. وان شاء الله باذن الله انا هلم معاكم بالجوانب كلها في الموضوع ده في الحلقه الجايه. واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.